في عصر كانت فيه دول العالم تخوض حروبا إعلامية بعيدا عن الباقي. في أقصى الخرائط نجد دولتين على خلاف مع بعضهم البعض، أوستانيا في الشرق وستاليس في الغرب. رئيس دولة أوستانيا كان يخطط لإشعال فتيل الحرب. أطلقت أوستاليس عملية ستريكس، أنا مش عارف إيه الأسامي الغريبة دي بس قشطة يعني، وده عن طريق أكتر جاسوس خطير المتنكر الأفضل على مر التاريخ، والاسم الرمزي هو الشفق، والأم هي الموظفة التي تعمل في مجلس المدينة يور فروجر. وأهم بقى قطعة في العيلة دي كلها آنيا، وأهم عنصر في العناصر يا صديقي هو الكلب العراف قادر على رؤية المستقبل. المهم بقى بنروح لآنيا اللي بتكون قاعدة بتاكل في الآيس كريم، ولقيت بيقول لها بالراحة يا بنتي هتتعبي كده أول، وهي بتقول له لا 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 الحلاوة دي حاجة تانية. بعد كده لويد بيدي بصة كده على الكشك اللي جنبه او ينادي على انيا ويور وبيقول لهم تعالى ناكل حاجة من المكان ده، شكل الاكل اللي بيقدموه جامد. هو بيطلع انه بيتكلم بالطريقة دي يا صديقي علشان عنده شك ان ممكن يكون حاليا مراقب. بعد ما انيا بقى خلصت الايس كريم والتفاح بتشوف البالونات وبتقول انا انيا وعايزة واحدة، انا عايزة واحدة يعني عندي واحدة، وبتنطلق ورا البلالين. ولكن مرة واحدة بوند بيقف. انيا بتقرأ افكاره وبتعرف ان في كارثة هتحصل في الحديقة، وكل دون عشان الجرافة الكبيرة. انيا حرفيا بتترعب من اللي هي شافته. بعدها بقى بتفعل قدرتها على كل اللي موجودين، بتسمع كلام تافه وكلام مهم، ولكن هي بتحاول تركز عشان تكتشف مين هو الشخص ده. وفجأة بتسمع شخص بيفكر بمنتهى السوداوية. انيا بعد ما بتسمع افكاره بتكون مش متأكدة هل هو فعلا الشخص ولا شخص تاني، وهي بتظلمه. وسط ما هي بتفكر بيخش عليها لويد وبيقول لها ايه يا انيا ما عدتش عايزه البلالين؟ انيا بتكون عايزه تجري وراها عشان تنقذ الناس، بس في نفس الوقت لو عملت كده هيشكوا فيها، فهي مش عارفه تعمل ايه. تقول فكري يا انيا فكري يا انيا. ساعتها بتقول لهم انيا عايزه ترجع للبيت. الاتنين بيكونوا مستغربين، ده احنا لسه واصلين يا بنتي. ولويد بيبدا يشك فيها، بيقول كانت بتجري في المكان كله وهي فرحانه. في عز ما هو بيشك فيها هي بتفضل ساكته وبتقول لهم انا عايزه ارجع للبيت علشان اذاكر، عشان احصل على كتير من نجوم ستيلا. وهما الاتنين بيكونوا مستغربين من كلامها. طبعا الاتنين بينبسطوا جدا بكلامها دون. بيقول انها فرصة كويسة جدا انها عايزة تذاكر من نفسها، عشان كده بيقول يلا بينا خلاص طالما انيا عايزة تروح يبقى نروح. انيا بتقول في نفسها ايوه بقى انيا عبقرية. وهم في طريقهم في البيت انيا بتكون بتبص على كل مكان لويد بيقول لها في ايه، وهي على طول بتقول ان المدرسين قالوا لها هتتعلم كتير من معالم المدينة. لويد بيقول مظبوط، هو ده المتوقع من مدرسين آدن. هو بيقول لها لو في حاجة محيراكي اسألينا. وهم ماشيين انيا بتاخد بالها ايوه هو ده المكان، هو ده البتاع، الراجل ركب دبابة. ساعتها لويد بيقول لها في ايه، فهي بتبص له بتقول له مش عمال البناء بياخدوا راحة في ايام الراحة؟ فبيقول لها ايوه اكيد يا بنتي اكيد لازم يرتاحوا. بتقول له طب ايه ده؟ بيبصوا بيلاقي راجل شغال حتى في يوم اجازته، وبيركز في ملامحه فبيلاحظ ان في هالات سودة تحت عينيه، وده معناه ان في حاجه موتراه. وكمان بيبدا يحلل حرفيا لويد كل حاجه، من بشرته من شكله لاسلوب شغله لكل حاجه حرفيا. هو اكتر حاجه ملحوظه ان الراجل بيشتغل بشكل عنيف، واي غلط ولو صغير منه او حتى من حد معدي ممكن يتسبب في كارثه. وفجاه الراجل بيطلع من الونش وبيقع، العصفوره بتشخ عليه وانتوا بكرامه يعني، وهنا بينفجر من الغضب، بيصرخ بيتجنن وبيجري على الونش بيركبه وهو مش طايق نفسه، وبيفضل يكسر ويهدم، والمرة دي بشكل عنيف لأبعد الحدود. ساعتها لويد بيقول فعلا تحليلي ورأيي كان صح، بيطلب منهم انهم يفضلوا هنا هاديين وهو هيشوف هيعملوا ايه. الراجل بيكون هايج جدا 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 حرفيا، ولويد مش عارف يعمل ايه. بيفكر ما ممكن الراجل دون يهجم على حد، طب ارميه بحجر في دقنه وافقده الوعي، طب اعمل ايه، ما ممكن ما اصيبوش. في نفس الوقت بيلاحظ واحد تاني على طول بيركبه سلكين يا باشا وبيشغله، وهنشهد معركة ضد اتنين في وش بعض. لويد بيقول له اقف، ولكن ده بيقول له غور من طريقي. ساعتها لويد بيهجم عليه والراجل التاني بيهجمه، وتحس كده يا صديقي انهم افاعي بيهجموا على بعض. واني على الناحية التانية بتقول ابويا بيخوض معركة دبابات. ايوه قاتل. ساعتها يور
بتلاحظ ان المبنى على مشك السكوت، وفي راجل عجوز بيعدي من الطريق. ساعتها بتشيل انيا وبتركبها على ظهر بوندو وبتطلب من بوندو انه يهرب من هنا، وهي هتنطلق لمساعدة العجوز. فعلا بتنقذه، والمشهد بيكون بطولي من حماية الاب وانقاذ الام. في نفس الوقت بقى لويد بيكون لسه مع الراجل ده، بيحاول بكل ما عنده حرفيا عشان يهزمه، وفجأة بيبدأ يعمل اعاصير غريبة جدا تحتيه، وبسبب اللي عمله دون الطوب بيتنطر في كل مكان وبيكسر الازاز وبيشبره حرفيا، فالراجل مش عارف يعمل ايه. وساعتها لويد بيقدر انه اخيرا يوقعه من عليه. انيا بتبص البولند وبتقول له انيا والدها انقذت العالم مرة تانية. لا طبعا امال، بس بالهواء يا صديق. أني ساعتها بتشوف بالونة وبتفتكر انها كانت عايزة تستمتع بالبلالين، ولكن هي اللي قالتها تروح تذاكر، وفعلا بتشوف وهي قاعدة بتذاكر ومش طايقة نفسها حرفيا. ساعتها بتبص له يا صديقي، وبتقول له أني عايزة تتفرج على انمي. بيقول لها بلا انمي بلا مانجا بلا بطيخ، احنا ورانا شغل، ذاكري يا حبيبتي. وساعتها بقى يا معلم يربي تقول للانيا ذاكري كويس عشان انا دلوقتي بحضر لك الاكل يا حبيبتي، وبصي هتاكل الاكل ما اكلتيش زيه. وبوند وانيا لما بتسمع الكلام ده بينصدموا، خصوصا الكلب. وانيا بتقول لها لسه منقذه العالم، انا عملت ايه عشان اكل القرف ده؟ الكلب بيكون مرعوب حرفيا. المهم بنسيبهم وبنطلع على المخابرات. واحده بتقول سيرغي اوستوسكي، أحد المدراء في اللجنة الاقتصادية التي تقوم بتجميع سياسات التجارة في الشرق، إنه عضو سابق في قسم الإمدادات والتموين، وهو مناهض للغرب حتى النخاع. وبسبب تقييده غير القانوني لصادرات الفراولة في الغرب بقت كميتها محدودة وسعرها ضرب في السما حرفيا. بعد ما بتخلص كلامها بتسلم ورق لواحدة شكلها غريب جدا، وتحس كده يا صديقي ان فيها شبه من يور او فيها شبه من لويد او فيها شبه من الاتنين يعني. المهم بتقبل المهمة وبتستعد ليها. وساعتها بقى وتاني يوم بتطلع على لويد، بتطلب منه انه يزور لها رخصة دولية، وهو بيكون مستغرب جدا من كلامها. بيقول لها انا معرفش بصراحة، بس هشوف لك شخص ممكن هو اللي يعرف. بتقول له انت واثق فيه؟ قبل ما تكمل كلامها بيكون قايل لها لا 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 ما تقلقيش، الشخص ده موثوق جدا يعني. بتقول له شكرا جدا ليك، وبتعتذر له على انها بتعطله، وواضح يا صديقي انها واقعة في الحب. وساعتها لويد بيقول لها طالما ده هيساعد على تحقيق السلام بين الشرق والغرب فأنا على استعداد لأي حاجة. هي بتمشي وبتقول أقسم أنني سأحقق السلام ليس لأجل الشرق أو حتى للغرب، ولكن من أجلك يا لويد. هي قالت له الشفقة صديقي، بس نقول لويد. بتوصل للمكان اللي لويد قال لها عليه وبتكون متوترة جدا. وساعتها يا صديقي بتمسك القلم وبتخبطه في الباب عشان يكهرب الدنيا. بتدخل وبتقول ايه الفخ العبيط ده، ولكن في ثواني تتوالى عليها الضربات، الافخاخ في كل مكان، ولكن دي وحش يا صديقي. وبعدها تقف قدام باب يقول لها ما الذي يملك 4 أقدام في الصباح و2 في الظهر و3 في المساء. وانا يا صديقي احب اقول له من مكاني دون ان دون ودي يا صديقي بما تسمى احلام العصر. والفكره يا صديقي ان البت ايه جامده يعني، ما بيهمهاش تعمل كل ده ولا في لحظه توتر. بتخش بمنتهى البراعه وبتوصل وما بتلاقيش حد، ولكن على طول المسدس في دماغها، والشخص ده بيقول لها لقد وصلت بهذه السرعه. وهي حتى من غير ما تبص له ولا حتى يفرق لها الحوار بتقول له انت فرانكلين؟ بيقول لها اذا انت تعرفيني؟ بتقول له كونيتشوا او كومباوا. لا فعنيك نوتشوا بقى وكومباوا، اكتب لنا في التعليقات. بتقول انا في شغل بيني وبينك عايزاه. ساعتها بينزل المسدس وبيقول لها حلو انت بقى واحده من صحابه. ساعتها بيقول لها ايوه بما ان انا اللي هساعدك فاستعدي، بما انك مزه وانا معاملتي مع المزز معامله خاصه. ساعتها بتسيبه وبتمشي. تقول له شكلي جيت للراجل الغلط. بيقول لها استني بقى انتوا ما بتفهموش ولا بتفهموا في الهزار. بعدها بيقعدوا مع بعض وهي بتقول له انا مش محتاجه توقيعك انت، انا محتاجه توقيع موظف حكومي. بيقول لها انت كده يعني عايزه وثيقه مزيفه مش كده؟ بتقول له بالظبط. بيقول لها خلصانه هاتي بس الورق انت ومالكيش دعوه. ساعتها بقى بيقول لها على كده بقى ايه الاكل اللي انت بتحبيه؟ ايه هو فيلمك المفضل؟ بتحبي تتفرجي على انمي ولا لا؟ ايه نوع الشخصيه اللي انت بتحبيها؟ وبينزل على بس اسئله غريبه كده صديقي. فهي بتقول له انت مالك؟ فبيقول لها لا عشان اوصل المعلومات دي للشخص اللي هيساعدك. فبتقول له ما تحشرش نفسك فيها انت، خليك براها.
انا اللي هكلمه بنفسي. هو بقى بيقول لها خلاص يا حبيبتي مش هتعرفي تقابليه لوحدك وبيريح. اما دي على طول بتشد من دراعه بتقول له يلا بينا يلا مفيش وقت. وبالليل بقى فعلا بيكونوا متجهين للشخص ده وهم ماشيين بيقول لها يعني هنخش من غير تنكر، بتقول انا مش هتنكر. بيقول لها ما ينفعش. هو بيكون متضايق انها تضطر تغير في شكلها فبيقنعها المعلم بكده وقال ده يا صديقي من خلال الشفق. لما شكلهم بيتغير يا صديقي بيكون غريب فشخ بس قشطه. وهي بتقول له لو طلعت يالا بتكذب عليا الطلاق لا هفشخ. يا معلش يا صديقي على الطلاق بس انا قلتها مكانها يعني. هو فعلا بيكونوا داخلين فالبوتوجارد بيقول لهم انا اسف ولكن ما تقدروش تدخلوا الا لو معاكوا دعوه للمكان. ففرانكي بيقول له ايه يا اسطى انت مش عارفني ولا ايه؟ وبينزل النضاره فبيقول له يا اسطى اعرفك ازاي باللي انت عامله في نفسك وبالجامده اللي جنبك دي. هو مش محتاج بقى اقول لك يا صديقي فرانكي بقى بيزيد ازاي بقى البت دي اللي كل اصدقاء على انها بقى الحب والمب والجو ساعتها البت بتمسكه من دراعه وبتاخده على جنب بتهزق اللي خلفوه. انت بتعمل ايه ياض؟ بتقول له خلي بالك اللي انا على شعره وقتلك انت وكل اللي في المكان ده. المهم بعد ما بيطلعوا بيشوفوا الشخص المستهدف بينزل عليه فرانكي وبيقول له عامل ايه يا صاحبي ما شفتكش من زمان. ولسه بقى يعني هيلطف الدنيا ويمرر الكلام قامت الدبش اللي جنبه قالت انا معايا مهمه ليك. فبيقول لها مهمه ايه؟ بتقول له مش هقول لك اي حاجه غير لما توافق على انك تمسك المهمه. بيقول لها قشطه اتكلمي. فبترمي له ورقه وبتقول له هو ده اللي محتاجه منك خلال 5 ايام. بيقول لها 5 ايام. فبياخد بعضه وبيمشي وبيقول المبلغ زباله والوقت ازبل. انا جاي هنا بس كده عشان صاحبي مش اكتر بجامله يعني لكن شكلي ضيعت وقتي يلا باي من غير سلام. بعد ما بيطلع بيمشي وراه لسه فرانك هيكلمه بيقول له اخرس. ساعتها البت دي بتقول له في 2 ماشيين ورانا وهم اول ما بيشوفهم بيتوتر جدا. ساعتها بياخد بعضه وبيجري عشان يهرب منهم ولكن اول ما بيعدي الشارع بيلاقي واحد في وشه. الراجل كان على وشك انه يديله بالبنيه ولكن تدي لمين ياض انت عبيط. بت بتديله في وشه وبتاخده وبتطلع تجري. الراجل بيقول لها انت عبيطه ولا ايه؟ فبتقول لها ما ساعدتكش ولا حاجه هم كده شافوني وانا معاك فجمعونا. هو بتقول له لو عايزني اساعدك فمشي زبونك الجديد دون ووافق على شغل معاك. وساعتها واحد بيكون ماسك سكينه وعلى وشك انه يخلص عليه لكن دي بتتصدى ليه وبتمسكه برجلها وبتشقلبه حرفيا وبتمسك السكينه. الراجل بيكون مش عايز يوافق الاسعار قليله اللي بيحصل ده مش كويس. وفي وسط ما هو متوتر واحد بيضرب نار على البيت. فرانك بمنتهى الرجوله بينقذها. طبعا هي ولا في شكرا وما بتعرفش البت دي الكلام ده فبتزوق تقول له ابعد عني ياض وبيكملوا جري بعدها. المهم في وسط الجري فرانكي بينزلهم تحت في المجاري بيكملوا طريقهم باقصى سرعه. المهم بقى وتاني يوم فرانكي بيرجع لحياته الممله بيكون قاعد ومخنوق فبتخش عليه البيت بيتصدم انها موجوده وبيقول لها عايزه ايه يا كئيبه. فبتقول له انت تعرف ناس تقدر تساعدني في الشغلانه؟ فبيقول لها يعني ايه؟ فبتقول له زي ما سمعت عندك صحابي يساعدوني. بيقول لها على الحال ده انا هتخسرني كل صحابي. بتبدأ الأحداث ببداية يوم دراسي جديد والجو العام في المدرسة مشحون بالتوتر. الأستاذ هندرسون مدير السكن وراعي الأناقة الأول في المجرة واقف بيدي خطبة الصباح المعتادة بنبرته المسرحية عن الكسل والتأخير في تسليم الواجبات بعد الإجازة. وطبعا أنيا المسكينة اللي لسه ذكريات المذاكرة المريرة مطبوعة في دماغها بتحس إن كل كلمة في الخطبة دي موجهة ليها هي شخصيا لدرجة إنها بتبص حواليها تتأكد هو محدش تاني سامع الكلام ده ولا إيه. وكأن الأستاذ هندرسون بيقرأ أفكارها هو كمان. لكن رعب المذاكرة ده كان مجرد تسخين للكابوس الحقيقي اللي كان مستنيهم في اليوم ده. الفصل كله بيتحول لخلية نحل والكل بيجري في كل اتجاه كأن نهاية العالم وصلت. داميان وأصحابه بيحاولوا يهدوا نفسهم وبيتراهنوا مين أول واحد هيطرد من الفصل السنة دي. لكن فجأة بيظهر 2 من الطلاب الكبار وهم بيخططوا يتخانقوا مع طلاب تانيين. لكن قبل ما يكملوا جملتهم بتظهر قدامهم سيدة عجوز شكلها مرعب وفي لمح البصر تديهم صاعقتين تونتيروس عشان سوء سلوكهم وإلا أناقتهم. دي كانت أول ضحية لعودة الأسطورة المرعبة دون شلاك. الأستاذ هندرسون بيشوفها من بعيد وبيسلم عليها وبنلاحظ من طريقة كلامهم إنهم زي القطبين المتقابلين. هو بتاع الأناقة والتفاصيل وهي بتاعة الانضباط المطلق والقوة الغاشمة. حتى الأستاذ هندرسون نفسه ملك الأناقة بيحاول يتعامل معاها بحذر شديد. بتبدأ السيدة شلاك جولتها المرعبة في أروقة المدرسة والإشاعات بتزيد إنها ناوية تعمل حملة تفتيش مفاجئة على كل الطلاب. حالة من الذعر بتسيطر على المدرسة كأن في وحش أسطوري هربان والخوف ده بيوصل لآذان
تحديدا أونيا وداميان واصحابهم. الخوف بيوصل لذروته لما بيشوفوا بيل طالب المتفوق بيجري وبيقع على وشه من الرعب وهو بيصرخ وبيقول لهم اهربوا قبل فوات الاوان. الكل بيتصدم من منظره لكن مفيش وقت للهرب. فجأة وبدون سابق انذار بتظهر السيدة شلاج قدامهم زي الشبح، بتقف بصلابة وبتقول بصوت حاد صف واحد من فضلكم، سأقوم الآن بتفتيش متعلقاتكم. وهنا بيبدأ مهرجان التونتيروس المرعب. بتبدأ السيدة شلاج التفتيش والضحايا بيتساقطوا واحد ورا التاني لأسباب عبثية لدرجة الكوميديا. طالب بيلاقوا معاه كيس شيبسي بتقوله الأكل ممنوع في المدرسة تونتيروس. طالبة معاها كوتشينة تونتيروس. طالب تالت بيتفتش وما بيطلعش معاه أي حاجة غلط. طالب بيرد إنه مش معاه فبتاخد نظرة انتصار وبتقوله تونتيروس. الكل مصدوم، معقولة عقاب قاسي زي ده عشان منديل؟ وهنا السيدة شلاج بتنفجر فيهم وبتحكي لهم قصة درامية حزينة عشان تبرر قسوتها. تحكي عن طالب متفوق أسطوري كان على بعد خطوة واحدة بس من إنه يبقى باحث إمبراطوري، لكن في يوم من الأيام نسي المنديل بتاعه بعد ما غسل إيده في الحمام وبكل بساطة مسحها في بنطلونه. لكن زمايله شافوه واتريقوا عليه وقالوا له يا أبوه بنطلون مبلول وافتكروه عملها على نفسه. الكلمة دي يا صديقي كانت زي الرصاصة اللي دمرت نفسيته. من يومها ومستواه نزل في الأرض وبدأ يعمل مشاكل ورا بعضها لحد ما انطرد من المدرسة. حياته اتدهورت، انضم لجماعات المقاومة وفي الآخر اتقبض عليه من الشرطة السرية ومحدش يعرف هو عايش ولا ميت. السيدة شلاج بتحكي القصة دي والدموع في عينيها وبتختمها بجملة مأساوية خالدة: من يضحك على المنديل يبكي بسبب المنديل، حكمة لا تقدر بثمن. بعد الخطبة الدرامية دي الكل بيبدأ يدور على مناديله كأنه بيدور على طوق نجاة في سفينة بتغرق. وهنا بتحصل الكارثة الحقيقية. داميان ديزموند ابن أغنى وأهم راجل في الدولة، رمز الكبرياء والغرور، بيكتشف إنه ناسي المنديل بتاعه. الرعب بيتجسد على وشه مش بس عشان التونتيروس لكن عشان الرهان الأهبل اللي أصحابه تراهنوه. لو داميان خد تونتيروس واحد بس هما الثلاثة هيضطروا يجروا حوالين المدرسة بالملابس الداخلية، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فعلا يا داميان كبرياءه ومستقبله السياسي كله على وشك الانهيار بسبب حتة قماش. وفي وسط حالة اليأس دي وبينما داميان بيستعد لمواجهة مصيره المظلم فجأة بتظهر أنيا كأنها ملاك رحمة نازل من السماء. هي طبعا قرأت كل أفكار داميان وعرفت ورطته الكبيرة وشافت إن دي فرصة ذهبية لا تعوض عشان الخطة بتنجح وتقرب منه. بكل هدوء وثقة بتقدم له المنديل بتاعها اللي عليه حرف آ متطرز. داميان بيتصدم مش مصدق إن النجد هتجيله من الشخص اللي المفروض إنه بيكرهه. أنيا وهي بتقلد حركات أبوها لويد الاحترافية بترد عليه بابتسامة غامضة وبتقول له لا تخف، أنا دائما أحمل منديلين تحسبا لمثل هذه المواقف. أنيا بتطبق أساليب الجاسوسية اللي بتتعلمها بالملاحظة في سياق طفولي كوميدي بحت وكأنها بتقول له أنا جاسوسة محترفة زيك بالظبط وعندي خطط بديلة دايما. داميان بياخد المنديل على مضضه وهو حاسس بالجميل لأول مرة ناحيتها، وأنيا من جواها بتحلم إن أبو داميان هيشكرها على إنقاذ ابنه وبكده هينتهي الصراع ويعم السلام العالمي. لكن طبعا لأن لا شيء يسير كما هو مخطط له في هذا الأنمي. السيدة شلاج بتوصل عند داميان وبتاخد منه المنديل وبتلاحظ إن عليه حرف آي. بتسأله بتاع مين ده وداميان بيرد بسرعة وبيقول إن ده حرف الآ اللي في اسم داميان. السيدة شلاج بتعديها وبتقول له إيطالي. وأخيرا بيجي الدور على المنقذة بطلة الموقف أونيا فورجر. بتقف بكل ثقة عشان تتفتش وهي متأكدة إن معاها منديلها تاني وإنها في أمان. بتفتح شنطتها لكن الصدمة المنديل التاني مش موجود وكل اللي بتلاقيه هو حبة أكل من أكل الكلب بوند كانت واقعة في الشنطة. وش أنيا بيتحول لألوان الطيف والسيدة شلاج بترفع صاعقة التونتيروس في وشها وهي على وشك إنها تديها العقاب المستحق. وداميان واقف مصدوم من الموقف ومش مصدق إن البنت اللي لسه منقذاه هي اللي هتقع في نفس الفخ اللي خرجته منه. في اللحظة دي بتحصل حاجة أغرب من الخيال. داميان ابن عيلة ديزموند المتكبر اللي ما بيشوفش حد غير نفسه بيحس لأول مرة بوخز ضمير. بيحس إنه مدين لأنيا وإن ما ينفعش يسيبها تقع في ورطة بسببه. عقله بيبدأ يصارع نفسه، كرامته وغروره في كفة وإحساسه بالواجب في الكفة تانية. بيحاول يبرر لنفسه إنه لو خد التونتيروس أبوه مش هيبص له تاني وإن الخطة بيه اللي أنيا مهووسة بيها هي كمان في خطر. كل دي كانت مجرد أعذار عشان يهرب من الموقف، لكن في الآخر شهامته بتنتصر. في اللحظة اللي السيدة شلاج كانت هتنطق فيها كلمة تونتيروس داميان بيتدخل وبيقول لها استني. بيحاول يشرح لها إن أنيا كانت بتحاول تساعده وإن المنديل ده كان بتاعه هو وهي نسيته في شنطتها بالغلط. طبعا هو بيتلخبط في الكلام ومش عارف يجمع كدبة عدلة لكن نيته كانت واضحة. هو بيحاول يشيل الليلة مكانها لكن أنيا بعقلها البريء وتفكيرها الغريب بتفهم الموضوع بشكل مختلف تماما. بتقرأ أفكار السيدة شلاج وبتعرف إنها لو سكتت هما الاتنين هياخدوا عقاب مضاعف بتهمة الكذب والتواطؤ. فبتقرر إنها تضحي بنفسها عشان تنقذ داميان وتنقذ الخطة به. بكل شجاعة أنيا بتقاطع داميان وبتقول له إنه مش محتاج يدافع عنها وبتعترف للسيدة شلاج إن المنديل بتاعها هي وإنها كانت بتحاول تتفاخر قدام زمايلها بإنها عاطفة وكريمة وبتبدأ تمثل إنها بتعيط عشان تكسب تعاطفها. داميان بيتصدم من رد فعلها وبيزعق لها وبيقول لها إنه بيحاول يشكرها لكن أنيا بترد عليه بجملة غريبة: أنيا ما عملتلكش كيكة. طبعا محدش فاهم هي بتقول إيه لكن أنيا كانت بترد على تفكير داميان الداخلي اللي كان بيقول مش عارف أعيش وأنا مدين ليكي. هي فهمت مدين بمعنى دين أو قرض
ردت عليه رد اقتصادي بحت. داميان بيتجنن من غبائها وبيقول لها اخرسي يا غبيه. الموقف الكوميدي ده بيحصل في وسط كارثه، وبيوريك قد ايه التفاهم بين الاتنين دول مهمه مستحيله. في النهايه انيا بتعلن بفخر انها خسرت المعركه لكنها هتكسب الحرب، وبترجع البيت وهي لابسه على صدرها اول صاعقه تونتيروس. في الكلام اللي انيا بتعلن بفخر انها تونتيروس تاريخها. اول ما بتدخل البيت لويد ويور بيشوفوا علامه البرق على صدرها، والصدمه بتصيبهم هما الاتنين. لويد بيتجمد مكانه وبيتحول لتمثال من الصدمه، كأن كل مجهوده في الشهور اللي فاتت اترمى في الارض. بيشوف شريط حياته بيعدي قدامه، 7 نجوم ستيلا متبقيه، 6 تونتيروس على الطرد. الخطه اتقدمت قليلا، كل اماله في نجاح عمليه سيتريكس كانت بتنهار قدام عينيه بسبب غلطه طفوليه. وهنا المشهد بيتحول تماما، بنسيب حاضر عائله فورجر الكوميدي وبنرجع بالزمن لورا لذكريات طفل صغير كان عايش في مدينه هاديه، طفل محدش يعرف اسمه الحقيقي لكن اصحابه كانوا بينادوه بلقب المستشار. الطفل ده يا صديقي هو لويد فورجر. في طفولته بنرجع لمدينه لوين في غرب ويستاليس قبل ما الحرب تدمر كل حاجه. بنشوف لويد وهو طفل صغير بيلعب مع اصحابه لعبه الحرب في مخزن مهجور حولوه لقاعده سريه. لويد من صغره وهو قائد بالفطره، بيخطط وبينفذ هجمات استراتيجيه على جيش أوستانيا اللي هم اصحابه التانيين. اسلحتهم كانت مجرد مسدسات خشبيه واربطه مطاطيه، لكن حماسهم كان حقيقي كانهم في معركه حقيقيه. بنشوف لمحات من شخصيه الشفق المستقبليه وهو بيستخدم ذكائه عشان ينتصر، حتى لو ده معناه انه يضحي باحد جنوده كطعم. اللعبه بتخلص بانتصار فريق وستاليس كالعاده، وبنشوف براءه الاطفال وهم بيحتفلوا وبيخططوا للمغامره الجايه. لكن عالم الطفوله البريء ده كان محاط بعالم الكبار المليان بالتوتر والكراهيه. بنسمع نشرات الاخبار في الخلفيه وهي بتتكلم عن مظاهرات واحتجاجات ضد أوستانيا، وبنشوف ازاي الدعايه السياسيه كانت بتزرع في عقول الناس ان الاعداء في الشرق شياطين بقرون وبياكلوا لحم البشر. الاجواء دي كانت بتاثر على الاطفال نفسهم، لكن براءتهم كانت اقوى. بنشوف لود الطفل وهو بيشتري كروكيت من ست عجوزه في محل صغير، بيسالها ببراءه هو احنا فعلا هنحارب؟ والست بترد عليه بحكمه وبتقول له ان الحروب دي حاجه غبيه، وان ولاد عمها عايشين في الشرق، وبتساله هل انا شكلي قريبه الشياطين؟ لود بيرد عليها شويه فبتهزر معاه وبتقول له انها فعلا شيطانه وبتعمل الكروكيت من لحم البشر. الحوار البسيط ده بيوضح قد ايه الدعايه كانت بتسيطر على العقول، لكن في نفس الوقت بيورينا ان الناس العاديين في كل مكان هم مجرد بشر. بنرجع لبيت لويد وبنشوف علاقته المعقده مع ابوه كان راجل حاد الطباع، بيرفض تماما فكره ان ابنه يلعب لعبه الجنود دي، بيشوفها مجرد تضييع وقت وبيجبره انه يركز في المذاكره. بيحصل بينهم حوار مشحون، لود بيقول له انه عايز يبقى جندي عشان يهزم اشرار الشرق، وابوه بينفجر فيه وبيقول له هل شفت بعينك أوستاني بيعمل حاجه وحشه؟ هل اتكلمت معاهم عشان تعرف هم ايه؟ الاب كان بيحاول يحمي ابنه من وهم الحرب، لكن طريقته القاسيه كانت بتخلق فجوه بينهم. بنعرف ان لويد كذب على ابوه وخد منه مصروف عشان يشتري مسدس لعبه جديد، وفي اللحظه الاخيره ما قدرش يطلب منه انه ياخده معاه المهرجان وحس بالذنب. اليوم ده زي ما بيقول لويد الاكل كان ملهوش اي طعم، الحياه بتستمر والاطفال بيرجعوا لقاعدتهم السريه عشان يلعبوا تاني. لويد بيوصل وهو معاه مسدسه الجديد والكل بيفرح بيه، لكن فجاه وهم بيستعدوا لبدء معركه جديده بيسمعوا صوت صفارات الانذار بتضرب في كل مكان. الراديو بيعلن خبر صادم، جيش أوستانيا عبر الحدود وبدأ الهجوم. في ثواني لعبة الحرب بتتحول لحقيقة مرعبة، بنشوف انفجارات ضخمة بتهز المدينة من بعيد والسما بتمطر قنابل. الأطفال واقفين في حالة صدمة ورعب مش فاهمين ايه اللي بيحصل. لود بيقف في وسط الشارع بيبص على الدخان والنار اللي طالعة من بيوت جيرانه، ووشه بيتحول من براءة طفل لرعب رجل شاف نهاية العالم. القنابل بتقرب أكتر وأكتر، وفي لحظة مرعبة بنشوف انفجار ضخم بيحصل قدامه والأنقاض بتطير في كل اتجاه، والصادم أكتر طوبة من الأنقاض دي بتطير وبتخبط في وشه في مشهد محزن جدا. وهنا لويد بيكون فاقد للوعي بلا أي حراك. وبنكمل من قلب الجحيم اللي صحي فيه لويد الطفل بعد الانفجار. لويد بيفتح عينيه ببطء ودانه لسه بتصفر من صوت القنابل، واول حاجه بيشوفها هي السما اللي لونها رمادي مليانه دخان. بيحاول يقوم وهو دايخ وجسمه كله بيوجعه، وبيلمس راسه بيلاقي دم نازل منها. عقله لسه مش قادر يستوعب اللي حصل، بيسأل نفسه ايه ده؟ امتى حصل ده؟ بيبص حواليه وبيلاقي المشهد اللي كان من دقايق مليان حياه اتحول لكمة خراب. اول حاجه بتيجي في باله هي الست الطيبه بتاعه محل الكروكيت اللي كان لسه بيتكلم معاها، بينادي عليها لكن مفيش رد. بيبص على مكان المحل بيلاقيه يتحول لركام وانقاض ومفيش اي اثر للحياه. الصدمه بتشل تفكيره. بيبص على الميدان اللي كان مليان اطفال بيلعبوا، بيلاقيه عباره عن حفره كبيره والنار طالعه من كل حته. الناس بتجري في كل اتجاه وهي بتصرخ. حاله من الفوضى والهلع سيطرت على المكان، وفجاه بيسمع صوت انفجار تاني قريب منه بيخليه يتجمد مكانه ومش عارف يتحرك. وسط حاله الشلل دي بيسمع صوت ناس بتجري وبتزعق اهربوا بسرعه جيش أوستانيا جاي. الكلمه دي بتخبط في دماغ لويد زي الصاعقه. أوستانيا ازاي؟ مش الكبار قالوا ان الحرب
الحرب مش هتقوم؟ مش كانوا بيقولوا ان في معاهده سلام؟ هنا ولاول مره لويد الطفل بيفهم ان كل وعود الكبار كانت كذبه كبيره، وفجاه بيسمع صوت بينادي عليه، دي امه بتجري عليه وسط الدمار وبتحضنه بكل قوتها وهي بتعيط فرحانه انه لسه عايش. بتشوف الجرح اللي في راسه، ولويد بيبص على الخوذه بتاعته المكسوره وبيقول لها انه بخير بسببها. يا لسخريه القدر، الكدبه اللي كدبها على ابوه عشان يشتري الخوذه دي هي اللي انقذت حياته. امه بتقول له انهم لازم يرجعوا البيت بسرعه يلموا حاجتهم عشان يهربوا ويروحوا عند خاله في مدينه كيلبرج. لويد اللي لسه عقله كطفل بيعترض وبيقول لها ازاي؟ طب والمدرسه والمهرجان اللي المفروض هيبدا بكره؟ لكن امه بتصرخ فيه وبتقول له مفيش وقت للكلام ده خلاص. بتمسكه من ايده وبتشده وهم بيجروا وسط المدينه المدمره. وهم ماشيين لويد بيشوف بعينيه كل ذكرياته وهي بتتحول لرماد، الكوبري اللي كان بيلعب عليه، الميدان اللي كان فيه النافوره، وحتى القاعده السريه بتاعتهم، المخزن المهجور، كله اتحول لحديد متفحم وهياكل بيوت. المشهد بينتقل بيهم لمدينه كيلبرج، الملجأ المؤقت. لويد قاعد لوحده في اوضه ضلمه حزين ومكتئب، بيسمع الراديو وهو بيعلن رسميا سقوط مدينه لوين. بيقعد يفكر في كل الاكاذيب اللي اتقالت له، بيكلم نفسه بيقول الكبار كلهم كدابين، قالوا الحرب مش هتقوم وقامت، قالوا هنتصالح وعملوا معاهده لكنهم خلفوها، حتى ابوه وعده يرجع عشان يروحوا المهرجان لكنه مرجعش. وفي وسط غضبه من كتب الكبار بيفتكر ان هو كمان كذاب، بيفتكر انه كذب على ابوه عشان ياخد ال10 دالك ويشتري المسدس اللعبه. بيحس بالذنب وبيقرر انه اول ما ابوه يرجع لازم يعترف له بالحقيقه ويعتذر له. الايام بتمر ولويد بيحاول يتاقلم مع حياته الجديده. بنشوفه وهو بيصطاد سمك في نهر قريب من بيت خاله، وبيفكر ان امه هتفرح جدا لما يرجع لها بالعشاء ده لان الاكل كان قليل في فتره الحرب. وهو راجع وماسك الجردل وفرحان بالسمكه اللي اصطادها، فجاه صوت صفارات الانذار بيضرب تاني. غاره جويه جديده بتضرب المدينه اللي هربوا ليها، الناس بتبدا تجري في كل اتجاه ولويد بيقف مصدوم في مكانه. واحد من الكبار بيشده غصب عنه وبيدخله ملجأ تحت الارض. الملجأ ضلمه ومليان ناس بتعيط وبتدعي. لويد بيسمعهم وهم بيصرخوا اخرس يا ولد لطفل صغير بيعيط، وبيسمعهم وهم بيسبوا ويلعنوا في كلاب أستانيا الاشرار. الكراهيه اللي كانت مجرد لعبه بتتحول لحقيقه مرعبه بتسمم ارواح الناس. اول ما صوت القصف بيهدى للحظه لويد ما بياخدش ثانيه تفكير، بيتجاهل تحذيرات الكبار وبيجري بيطلع من الملجأ. بيجري باقصى سرعه في الشوارع اللي بدا يظهر فيها اثار الدمار هو كمان، وهو بيصرخ وبينادي على امه. بيوصل لبيتهم الجديد وبيلاقيه بيتحول لكمه نار ضخمه. بيقف قدام البيت وهو بيصرخ وبينادي عليها، لكن المره دي مفيش اي امل. بيشوف بعينيه اخر حاجه كانت باقيه من حياته القديمه وهي بتتحول لرماد. بيقع على ركبه وسط الانقاض والدموع بتنزل من عينيه زي شلال وهو بيبكي بحرقه، مش بس على امه اللي راحت لكن على طفولته وحياته واصحابه وابوه وكل حاجه اتسرقت منه بسبب الحرب. بيصرخ في وش السماء صرخه بتلخص كل الالم اللي جواه. اللقطه دي بتتحول للون الابيض والاسود، ولويد بيقول في نفسه ومن بعدها قضيت كام سنه معرفش عددهم عايش زي الفيران وسط الخراب. بنشوف صور سريعه بتلخص معاناته بعد ما بقى يتيم، بيدور على اكل وسط الزباله، بينام في الشوارع، بيتعرض للضرب والاهانه. كل حاجه حبيتها اتسرقت مني، وكل اللي اتبقى في الدنيا دي كان كل حاجه بكرهها. الاحساس ده، الاحساس انه ما عندوش حاجه تانية يخسرها، هو اللي خلاه ياخد قراره، وده كان سبب كافي اني اشيل السلاح. بنشوفه وهو بيكبر وبيتحول لشاب وبيزور مكتب تجنيد الجيش، بيقدم اوراقه باسمه مزور لوراند سبوفي، وبيكذب على الضابط وبيقول ان عمره 18 سنه وان شهاده ميلاده ضاعت في الحريق. الضابط اللي بيساله وبيبص له بشكل، لكن لويد بيرد عليه بابتسامه مزيفه وبيقول في نفسه انا بكذب طبعا. الكتبه دي كانت اول خطوه في طريقه عشان يبقى الشفق، الجاسوس اللي مستعد يعمل اي حاجه عشان يحقق هدفه. المشهد بينتقل لجبهه القتال. بنشوف لويد وهو جندي شاب وسط معركه طاحنه، الرصاص بيعدي من جنبه والانفجارات في كل مكان. بيشوف زمايله بيموتوا حواليه وبيبص على جثث الاعداء المتكومه وبيسال نفسه كام الف، كام عشرات الالاف من الجثث لازم تتكوم عشان نشوف النور اللي ورا الافق. السؤال ده بيوريك قد ايه الحرب بتغير الانسان وبتمحي اي اثر للبراءه جواه. وفي ليله ضلمه في غابه على الحدود لويد بيكون في مهمه استطلاعيه لوحده، واضح عليه الارهاق والياس. فجاه بيسمع صوت حركه في فخ هو كان نصبه، بيرفع سلاحه على طول ومن غير اي تردد بيضرب نار، لكن بدل صوت عدو بيقع بيسمع صوت صريخ اهبل، تقايم اوت تقايم اوت ارجوك متدربش. بيظهر من وسط الشجر جندي شكله غريب ومريب، لابس نضاره وميت من الرعب وهو واقع في الفخ. الجندي ده هو محدش غير فرانكي. لويد بيقرب منه وهو مصوب سلاحه وبيساله بحده انت جندي من أستانيا صح؟ فرانكي بيصرخ وبيتصدم وبيقول له انت جندي من وستالس. لويد بيساله عن سلاحه وفرانكي بيرفع ايده وبيستسلم فورا وبيقول انه ما عندوش سلاح. بيعترف له انه هربان من الجيش وانه مش قادر يستحمل الحرب دي تاني، وانه تايه في الغابه بقاله يومين وهيموت من الجوع، وبيترجاه يديله اي اكل طنط لويد. بقلبه اللي بقى حجر من كتر اللي شافه بيبص له ببرود وبيقول له مفيش حاجه بتضيع اكتر من انك تدي اكل لواحد ميت، قول وداعا. وفي اللحظه اللي لويد كان هيضغط فيها على الزناد فرانكي بينفجر في العياط وبيقول له ارجوك انا مش عايز اموت من غير ما اوعد ست مره واحده في حياتي. الصرخه الكوميديه اليائسه دي بتوقف لويد مكانه، بيبص للراجل الاهبل اللي قدامه ده وبيبتسم ابتسامه خفيفه وبيقول في نفسه ايه الراجل ده. لويد بيكمل في روايته وبيقول لدهشتي العدو ده كان شبه الانسان. وبعدها يا صديقي بنشوف المشهد اللي هيغير كل حاجه في حياه لويد. بعد ما نزل سلاحه بيطلع علبه سجاير وبيولع واحده للجندي الأستاني المرتعش اللي قدامه فرانكي اللي ما كنش مصدق انه لسه عايش. بيمسك
بيمسك السيجاره وبياخد نفس عميق وكانه خلاص اطمن ان الجندي اللي قدامه ده مش هيقتله. ومن هنا فرانكي بيبدا يفتح في الكلام كانه قاعد على قهوه مش كانه اسير حرب. بيبدا فرانكي يحكي للويد عن ابحاث غريبه كانت بتحصل في الجامعه اللي كان فيها. بيقول له انهم جابوا ناس وعرضوهم لمشهد واحد بيتضرب بالقلم. في الاول مخ الناس دي اظهر اشارات عدم ارتياح، وده معناه انهم حسوا بألم الراجل اللي بيتضرب. دي الفطره الانسانيه الطبيعيه اننا بنكره نشوف العنف او الالم. لكن فرانكي بيكمل وبيقول انهم كرروا التجربه، بس المره دي قالوا للناس قبلها اصل الراجل اللي بيتضرب ده كان بيخون حبيبته عشان كده هي بتضربه. وهنا بتحصل الصدمه لما عرضوا نفس المشهد تاني. مخ الناس بدل ما يظهر عدم ارتياح اظهر اشارات متعه وانبساط. فرانكي بيبص للويد وبيقول له مش ده شيء مرعب ان عقل الانسان ممكن يتقلب 180 درجه في ثانيه ويحول التعاطف لكراهيه ومتعه في اذيه الغير لمجرد كلمتين اتقالوا له، مجرد تصنيف او ليبل اتحط على الشخص من غير حتى ما يتاكدوا اذا كان الكلام ده حقيقي ولا كدب. لويد واقف بيسمع الكلام ده وهو مش فاهم الجندي الاهبل ده بيحاول يوصل لايه. لكن فرانكي بيجيب من الاخر وبيقول له مش شايف ان كل اللي احنا فيه ده غباء. بيوضح له ان الحرب دي كلها بين الشرق والغرب هي مجرد فشل دبلوماسي من السياسيين الكبار. وبيسال سؤال جوهري، ليه احنا عامه الشعب الغلابه هم اللي لازم ينضفوا الوساخه بتاعتهم ويدفعوا الثمن؟ بيقول انهم بيستخدمونا بيخلونا نكره بعض ونحارب بعض ونموت، وده كله بيوصفه بانه اكتر شيء ملهوش معنى في العالم. لويد اللي كل حياته اتبنت على الكراهيه دي بيتعصب وبينفجر فيه. بيقول له ان الكلام ده ميغيرش حقيقه ان أوستانيا هي اللي بدات الحرب. لكن فرانكي بيرد عليه الصدمه بصدمه اكبر وبيقول له دي الدعايه اللي عندكم. عندنا في الشرق بيقولوا ان الغرب هو اللي بداها وبعدها بيرمي القنبله الحقيقيه. بيقولوا ان القصف الاول على لوين مدينه لويد كان عمليه علم زائف فولس فلاج، يعني الغرب هو اللي عملها بنفسه عشان يلاقي حجه يبدا بيها الحرب. الكلام ده بينزل على لويد زي الصاعقه. كل اساس انتقامه كل حياته كجندي مبنيه على ان القصف ده كان من العدو. بيصرخ في وش فرانكي وبيقول له ان دي مجرد دعايه وقاحه من جهتهم. فرانكي بكل هدوء بيرد عليه وبيقول له ايوه بالظبط، ما هو ده اللي بحاول اقوله لك، كلها دعايه في دعايه، واحنا كجنود مش شايف الخطوط الاماميه، مستحيل نعرف الحقيقه فين. لويد ما بقاش قادر يستحمل، الدموع بتبدا تتجمع في عينيه وهو بيصرخ من قلب محروق. في اليوم ده القصف ده كل اصحابي ماتوا، هي دي الحقيقه الوحيده اللي اعرفها. وش فرانكي بيتحول من الهزار للجديه وبيبص له بحزن عميق وبيرد عليه رد بيلخص مأساة الحرب كلها. وانا كمان يا صاحبي انا في نفس المركب بالظبط. لكن لويد ما كانش مستعد يتقبل ان عدوه ممكن يكون انسان زيه وعانى نفس معاناته. الغضب بيعميه وبيرفع رجله وبيرك الفرانكي بكل قوته وهو بيصرخ كانك زيي، ده كله بسببكم، انتوا اللي سرقتوا كل حاجه من عالمي. بيفتكر كلام ابوه اللي كان بيساله هل شفت أوستاني بيعمل شر بعينك؟ لويد بيصرخ في سره ايوه شفت اكتر ما اقدر اعد. وبيرفع سلاحه تاني في وش فرانكي وهو بيقول عشان كده هدفعكم الثمن، هنتقم لكل اللي راحوا. لكن قبل ما صباعه يضغط على الزناد صوت طلقه بيخترق سكون الغابه. لويد بيحس بخبطه قويه في راسه وبيقع على الارض. لكن للمره الثانيه الخوذه اللعبه هي اللي بتنقذ حياته. جنود أوستانيا اللي كانوا بيطاردوا فرانكي وصلوا للمكان. فرانكي بيتجنن وبيزعق في لويد وبيقول له كان لازم تضرب نار وتكشف مكاننا يا غبي. وفي لحظه فرانكي بيختفي وسط الشجر وهو بيصرخ شكرا على السيجاره بالمناسبه، سلام يا بطل. لويد بيلاقي نفسه لوحده مصاب ومطارد من الاعداء. بيسيب سلاحه وبيجري وسط الغابه وهو بينزف ومش شايف قدامه وبيسال نفسه سؤال واحد، انا بعمل ايه هنا اصلا؟ المشهد بيتغير وبنعرف ان لويد اتصاب في المعركه دي وعشان كده تم ارساله للخطوط الخلفيه في مهمه دعم لوجستي. بنشوفه وهو قاعد وسط صناديق خضار بيقشر بطاطس او بصل مش فارقه كتير وهو لسه مصدوم من اللي حصل له وضمادات كتيره لافه حوالين راسه وعينيه. وفجاه بيسمع صوت بيكلمه ايه ده معقول انت المستشار؟ لويد بيرفع راسه وما بيصدقش عينيه. واقفين قدامه اصحابه الثلاثه بتوع لعبه الحرب، الجنرال والعريف والماجور، هم كمان لابسين زي الجيش لكنهم لسه عايشين. لويد بيتجمد مكانه واصحابه بيجروا عليه وبيحضنوه وهم بيضحكوا، ازيك يا راجل كنا بندور عليك في كل حته افتكرناك مت. لويد الجاسوس المستقبلي اللي قلبه من حجر بينهار في اللحظه دي، الدموع بتنزل من عينيه لاول مره من سنين. اصحابه بيتخضوا وبيقولوا له ايه يا عم العياط ده لسه عيل زي ما انت. لويد وهو بيعيط بيعترف بالذنب اللي كان بياكل فيه، بيقول لهم انا افتكرتكم مهتم بسببي، انا اللي لقيت المخزن ده اول قنبله وقعت هناك. لكن اصحابه بيضحكوا وبيقولوا له على المفاجاه، هم نجوا بسببه هو. بيشرحوا له ان في اليوم ده لما هو سابهم ومشي فجاه عشان يرجع الفلوس لابوه، هم جري وراه عشان يرجعوه يكمل لعب ويساعدهم في تحضير المهرجان، وبسبب انهم ما كانوش في المخزن القنبله ما وقعتش عليهم. لويد بيكتشف ان نفس الكتبه اللي انقذت حياته بالخوذه هياها اللي انقذت حياه اصحابه. الفرحه بتغمر قلبه لكنها فرحه منقوصه لانهم بيعرفوا ان في زمايل ليهم ومنهم اخو الجنرال الاكبر ماتوا في القصف ده. بيبداوا يهزروا مع بعض وبيكتشفوا ان لويد بسبب انه كدب في سنه بقى رتبه اعلى منهم وبقى رقيب وهم لسه عساكر. لويد في لحظه نادره من السعاده بيحس ان طفولته رجعت له. بيقول لهم انا كل اللي عايزه ان العب معاكم تاني زي زمان، وبيعزمهم على مطعم في المدينه المجاوره في اجازه نهايه الاسبوع. لكن الفرحه ما بتكملش، اصحابه بيبصوا في الارض بحزن وبيقولوا له انهم مش هيقدروا، وحدتهم طالعه لها مأموريه انتحاريه اسمها حمله روبرتس وهيتحركوا الليله دي. لويد بيحاول يمسك نفسه وهم بيوعدوه انهم اول ما يرجعوا هيتقابلوا اكيد. بيسلموا على بعض
وبيودعوه وهم بيضحكوا. وهنا صوت لويد الراوي بيرجع تاني أقسى وأكتر برودا من الأول. عرفت بعدين إن العملية اللي راحوها كانت عملية متهورة ومتخططهاش أي تخطيط. كل اللي رجع من أصحاب الثلاثة كان 3 أقراص معدنية. دوج تاج توت لويد قاعد لوحده في العيادة العسكرية ماسك الأقراص المعدنية بتاعت أصحابه، بيسأل نفسه لو كنت أعرف تفاصيل العملية كنت أقدر أوقفهم؟ لا. لو كنت أعرف خطط العدو كنت أقدر أوقف العملية كلها؟ لا. بيوصل لحقيقة مرة ما كانش عندي القوة دي. بيكمل تفكيره وبيقول أنا ما عرفتش أي حاجة، عمري ما عرفتش حتى السبب الحقيقي اللي الحرب دي بدأت عشانه. بيفتكر إزاي كان مصدق إن الحرب مش هتقوم، وإزاي كان مصدق إن أصحابه ماتوا في أول قصفة. بيقول أنا بكراهية عمياء شيلت السلاح وبطاعة عمياء نفذت أوامر بلدي. وهنا بيوصل للاستنتاج اللي هيغير حياته للأبد. الجهل ضعف، الجهل خطيئة. وهو في قمة يأسه وضياعه بيقشر بصل في المطبخ بيظهر قدامه راجل غريب لابس بالطو وقبعة. الراجل ده بيمسك بصله وبيقول كلام فلسفي عميق. الدنيا دي عاملة زي بصلة ضخمة مدورة ومليانة طبقات من الكذب فوق بعضها، ومستحيل تقشر الكذب ده من غير ما تعيط. لويد بيبص له بقرف وبيقول له ان دي تبعات الجيش وما ينفعش يلمسها. الراجل بيبتسم وبيقول له لوراندس بوفي او الافضل اقول، وبينطق اسم لويد الحقيقي اللي بيتم حجبه عننا. لويد بيتصدم. الراجل بيكشف عن هويته. انا من المخابرات العسكريه وجاي عشان اضمك لينا. بيكشف له انه عارف كل حاجه عن هويته المزوره وان لمه اصحابه عليه هي اللي كشفت امره. بيقول له انت موهوب يا رقيب سبوفي، لكن في سلاح انسب ليك من البندقيه. السلاح ده هو المعلومه، اقوى واهم سلاح في الدنيا. بيطلب منه ينضم ليهم، ولما لويد بيتردد بيرمي ورقه التهديد او ممكن اسلمك للمحكمه العسكريه بتهمه تزوير الهويه. ما كانش قدام لويد اي اختيار. المشهد بينتقل للمحطه. لويد بيقابل الراجل في الميعاد. الراجل بياخد شنطه لويد اللي فيها كل اللي باقي من ذكرياته وبيرميها في برميل مولع نار، وبيقول له من النهارده هترمي اسمك ورتبتك ورا ظهرك، هتبقى ظل عشان تحمي بلدك. لويد بيبص له بوش خالي من اي تعابير وبيقول له اصلا ما حدش فاكر اسمي الحقيقي، مش فارقه. وبيكمل وحتى البلد دي او النصر في الحرب كل ده مش فارق معايا. الراجل بيساله السؤال الاهم، طيب انت هنا ليه؟ ايه هو دفعك؟ لويد بيبص على مجموعه اطفال بيجروا وبيضحكوا في الشارع شبه هو واصحابه زمان. بيبص في الارض وبيكذب كذبته الاولى كجاسوس. مفيش سبب، مفيش اي سبب. الراجل بيبتسم لانه فهم السبب الحقيقي من سكوته عشان الاطفال دول ما يشوفوش اللي هو شافه. بيقول له امشي ورايا يا كذاب يا صغير. وهنا بينتهي الفلاش باك الطويل والمؤلم ده. بنشوف لقطه سريعه لسيلفيا شيرود القائده وهي بتستقبل لويد وبتقول له انها هتحوله لاحسن عميل مخابرات بأسى الطرق الممكنه. الكابوس ده بيخلي لويد يصرخ وبيصحي مفزوع على الكنبه في بيته. يور بتطمن عليه وبتقول له انه كان بيتقلب وبيصرخ وهو نايم. لويد بيبص حواليه وهو مشوش، لسه ريحه الدم والتراب والبارود من ذكرياته معلقه في مناخيره. آنيا اللي طبعا حست بكل ده بتقرب منه وبتساله ببراءه، بابا انت حلمت بكابوس؟ لويد بصفته الجاسوس الشفق اللي ما بينفعش يظهر اي ضعف بيرجع لقناع البرود بتاعه وبيقول لها لا مش فاكر حاجه. لكن آنيا ببراءتها اللي بتخترق كل الدفاعات بتقف جنبه وبتحط ايدها على راسه وبتطبطب عليه زي ما هو بيعملها. خلاص مفيش حاجه تخوف. لويد بيتكسف وبيحمر ومش بيبقى عارف يرد على الموقف ده. بيحاول يغير الموضوع وبيسال هو ليه اصلا كان نايم على الكنبه. آنيا بترد عليه بالضربه القاضيه، انت اغمى عليك لما آنيا خدت التونتيروس. في ثانيه بيرجع لويد لوضع الجاسوسيه وبيفتكر الكارثه اللي حلت بعمليه ستريكس. آنيا بتعتذر له وبتقول له انها اسفه انها فاشله، لكن لويد بيسالها عن اهم حاجه، بس الموقف ده قربك من داميان صح؟ آنيا بترد بكل فخر الخطه ماشيه زي الفل. لويد وهو لسه بيفكر في اصحابه اللي فقدهم بيبص لآنيا بنظره دافيه نادره وبيقول لها جمله طالعه من قلبه، دي حاجه كويسه، الاصدقاء مهمين حافظي عليهم. آنيا ويور بيتصدموا من كميه المشاعر الحقيقيه اللي في صوته، لكن اللحظه دي بتتقطع بصوت بطن بوند اللي بتصوصه من الجوع. وبكده بيرجع الجو لطبيعته ولويد بيقرر يقوم يحضر العشاء اللي كان عباره عن شوربه بصل دافيه عشان ينسى برد ومراره ذكريات الحرب اللي عاشها. وبنسيب كوابيس لويد في البيت وبنسمع نشره اخبار بتتكلم عن حدث دبلوماسي مهم. مغني اوبرا مشهور جدا من استانيا اسمه جوناس ويلمان هيسافر للغرب في رحله تبادل ثقافي. الناس كلها في الشرق والغرب كانوا معلقين آمال كبيره على الزياره دي وشايفين انها ممكن تكون بدايه تحسن العلاقات بين البلدين، لكن زي ما انت عارف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فجاه ومن غير اي مقدمات الدنيا بتتقلب. الجرايد الصفراء والمجلات الفضايحيه بتبدا حمله اغتيال معنوي شرسه ضد ويلمان. الاخبار بتنتشر كالنار في الهشيم، اتهامات من كل شكل ولون. بيقولوا انه على علاقات متعدده بره الجواز وانه بيسرب معلومات للغرب عن طريق علاقاته دي وعنده صلات بالمافيا والجريمه المنظمه. ومش بس كده، ده كمان اهان قدام المحاربين المعاقين وشتم زمايله الجدد في الاوبرا. طبعا ويلمان بيطلع في مؤتمر صحفي والمراسلين بيحاصروه من كل اتجاه وهو بيصرخ وبيقول ان كل ده كذب وافترى ومؤامره ضده. المشهد بيقطع وبيروح بينا المقر وايز في البيت الامن دي. بنشوف القائده سيلفيا شيرود او الهاندلر واقفه قدام عميل جديد لسه بينور هنسميه المبتدئ. المبتدئ ده واضح انه لسه متاثر بعواطفه ومصدق كل كلمه اتقالت في الجرايد. سيلفيا بتديله امر واضح وصريح، لازم نمنع اخبار الفضايح دي باي شكل انها توصل للغرب عشان الزياره ما تتلغيش والمجهود الدبلوماسي ما يقعش في الارض. لكن المبتدئ بيقف وبيقول لها انا ارفض. بيقول انه مش مستعد يشتغل ويضحي بمبادئه عشان يحمي واحد
واحد فاسد ومعدوم الضمير زي ده. طبعا سيلفيا اللي ما عندهاش وقت للدلع والمبادئ في الشغل ده بتتحول لوحش كاسر، بتبص للمبتدئ نظره جليديه وبكل هدوء بتخبط ايدها في الحيطه اللي جنبه خبطه كسرت الحيطه نفسها، وبتقول له بنبره صوت واطيه ومرعبه نفذ الامر. وهي بتوري له الشغل، بتساله هو ليه متاثر قوي كده بالموضوع. المبتدئ بيشرح لها انه شايف ان الزياره دي كانت امل كبير للسلام، وان ناس كتير في الشرق والغرب تعبت عشان تحصل، ودلوقتي كل ده هيروح في الهوا بسبب فضايح واحد مستهتر. هنا بقى بنشوف خبره الهاندلر وهي بتدي للمبتدئ درس في ابجديات الجاسوسيه. بتساله انت كرهت جوناس ويلمان؟ المبتدئ بيرد طبعا انه بيكرهه بسبب كل اللي قراه. سيلفيا بتبتسم بسخريه وبتقول له ان الجرايد اللي هو بيقراها دي كانت مجرد ابواق دعايه للحزب الحاكم وقت الحرب، وان كل المصادر المجهوله اللي طلعت فجاه دي كلها مشكوك فيها. بتفهمه انه ما ينفعش يشتغل بعواطفه ولازم دايما يعتمد على التحليل المنطقي والموضوعي، لان اي معلومه صغيره حتى لو تبان تافهه ممكن تكون حياه ناس متوقفه عليها. وهم لسه بيتكلموا بيجي لهم بلاغ طارئ فيه تهديد بالقتل وصل لويلمان. سيلفيا بتأمر فورا بالتحقيق في كل حاجه الشرطه تعرفها، وبتقرر تروح للسفاره عشان يغيروا الخطط. وهي ماشيه بنشوفها بتفكر في نفسها وقد ايه هي مرهقه من تدريب المبتدئين دول، وبتفتكر ايام تدريبها للشفق لويد، وبتسال نفسها هل هي كانت متساهله معاه وقتها اكتر من اللازم. وده في حد ذاته كوميديا سودا لو فكرت. ميدا. بعد شويه المبتدئ بيجي جري وهو فرحان ومعاه جرنال جديد. المقال المره دي بيدمر كل الفضايح اللي فاتت وبيثبت انها كلها كانت مفبركه. المبتدئ بكل سذاجه وغرور بيغير موقفه 180 درجه وبيقول انا كنت عارف من الاول ان السيد ويلمان راجل محترم. سيلفيا ما بتردش عليه، بتكتفي بانها تديله لكمه قويه في راسه بتخليه يلف حوالين نفسه كدرس عملي على انه ما ينفعش يغير رايه مع كل مقال جرنال، وانه لازم يشغل دماغه. المبتدئ بيقولها يبقى كده خلاص مفيش داعي للقلق من التهديد بالقتل، لكن سيلفيا بتقوله ان العكس هو الصحيح. اللي هدد بالقتل ده غالبا مصدق الفضايح الاولى ومش هيشوف المقال الجديد، وهينفذ تهديده عشان يحقق العداله من وجهه نظره. بيبداوا يراقبوا البث المباشر لمكتب ويلمان، وهنا بنشوف خبره سيلفيا. بتلمح واحد من الحراس واقف بطريقه غريبه خارج السياق. المبتدئ بيسالها ازاي عرفتي؟ بتقول له من خبرتي. بتعمل تليفون غريب جدا بتكلم محل كباب في الشارع اللي فيه المكتب. المبتدئ بيقترح يكلمه الشفق، لكن سيلفيا بترفض فورا وبتقول سيبوه يرتاح، ده اغمى عليه في بيته من كتر الارهاق. وهي طبعا تقصد صدمته من التونتيروس بتاع انيا في الحلقه اللي فاتت. بنشوف ان الحارس المريب ده فعلا هو القاتل. مكتب ويلمان بيقرر يهرب من الباب الخلفي عشان يتجنب الصحافه. الراجل بتاع الكباب اللي طلع عميل سري اسمه ريد 4 بيشوف الحارس وهو بيطلع مسدس بكتم صوت وبيستعد يضرب. سيلفيا وفريقها بيوصلوا في اللحظه المناسبه. ريد 4 بينفذ الخطه بعبقريه، بيجري ناحيه ويلمان وحراسه وهو بيقدم لهم كباب مجانا وبيعمل زحمه، وبيستخدم الكباب كدرع بشري عشان يمنع القاتل من التصويب. وفي وسط الدوشه دي سيلفيا بتتحرك زي النينجا، بتستخدم الحزام بتاعها زي كرباج وبتضرب ايد القاتل ضربه خاطفه بتطير المسدس من ايده. القاتل ما بيستسلمش، بيطلع سكينه وبيصرخ في وش سيلفيا وبيقول لها متوا. لكن فجاه ومن وسط الملل ده بيظهر زي الشبح راعي الاناقه الاول في الاكاديميه الاستاذ هاندرسون. بيبص لانيا بنظرته الحاده وبيسالها ليه لسه موجوده. انيا بتتخض وبتحس ان المصايب هتشتغل وبترد عليه وهي بتبرر موقفها بسرعه. هاندرسون بيعرف بمشكله الاتوبيس، ولانه رجل الاناقه اللي ما بيسيبش طالب لوحده في خطر الملل بيقرر انه يستغل الموقف. بيبص لانيا وبيقولها بما انك فاضيه فايه رايك تساعديني في نقل شويه اوراق ومستلزمات لمكتبي. انيا طبعا بتتردد لان كلمه شغل او مساعده دي مش موجوده في قاموسها الا لو كان وراها مصلحه. لكن هاندرسون اللي خبرته في التعامل مع الاطفال لا يستهان بها، بيرمي الطعم وبيقولها وفي المقابل هعزمك على كعك الشاي الفاخر بتاع الكليه. طعمه جامد عليا فكره. كلمه كعك كانت هي كلمه السر. في ثانيه وش انيا بيتحول من ملل ويأس لنور وامل، وبتقبل العرض فورا وهي بتجري تشيل الصناديق. بيبداوا يمشوا في ممرات الاكاديميه وهندرسون بيحاول يفتح حوار انيق مع انيا، بيسالها لو هي مبسوطه في المدرسه، وانيا اللي كل تفكيرها في الكعك اللي مستنيها بترد اي ردود تافهه. لكن هندرسون بقلب المربي بيبدا يفكر في حالتها، بيكلم نفسه وبيقول انسى فوركر خدت 2 تونتيروس في فتره قصيره، دي حاجه اكيد مأثره على نفسيتها. يا للعار انا كمربي فشلت في ملاحظه ده، كان لازم اتدخل واقدم لها الدعم النفسي. الراجل كان غرقان في احساسه بالذنب انه ما قدرش يكون بالمستوى المطلوب كمعلم، لكن الكارثه ان انيا كانت سامعه كل ده. قرات افكاره وعرفت انه بيفكر في ال2 تونتيروس اللي هي اصلا كانت نسيتهم تماما. وكلمه التونتيروس دي يا صديقي معناها انذار وعقبال مهم. انيا بتتصدم وبتفتكر انها لو ما بينتش انها متاثره وحزينه ممكن الاستاذ هندرسون يفتكرها مستهتره، وفي الحاله دي مفيش كعك. وهنا بنشوف انيا الجاسوسه وهي بتشتغل. في ثانيه وشها بيتقلب 180 درجه وبتمثل انها حزينه ومهمومه. هندرسون بيلاحظ التغيير المفاجئ وبيطمن ان تحليله النفسي كان صح. انيا بتكمل التمثيليه وبتقول له انها فعلا قلقانه شويه بخصوص التونتيروس، وبتطلع من شنطتها منديلين. ايوه منديلين. وبتقول له انها من ساعه ما خدت التونتيروس الاخير عشان ما كانش معاها منديل، وهي بقت بتمشي بمنديلين احتياطي تحسبا لاي طوارئ. هنا بقى الاستاذ هندرسون ما بيقدرش يمسك نفسه. الراجل بيشوف قدامه قمه الانضباط والتعلم من الخطا، بيشوف طفله اخذت درس قاسي وقررت تطور من نفسها عشان ما تعيش في نفس الغلطه. الدموع بتبدا تلمع في عينيه وبيصرخ في سره باعلى صوته يا لها من لفته في
في منتهى الرقي والعظمه. بيحس ان مجهوده في التعليم ما راحش هدر، وان انيا فورجر دي مثال حي للطالب المثالي. طبعا هو ما يعرفش ان كل ده كان مجرد تمثيليه متقنه عشان تضمن حصتها من الكعك. انيا بتستخدم اساليب ابوها في الخداع الاستراتيجي عشان مصلحتها الشخصيه، وكده نقدر نقول ان الطيور على اشكالها تقع. وهم ماشيين بيوصلوا لممر فخم جدا مليان صور على الحيطان. انيا بتسال عن المكان ده. هندرسون بيشرح لها ان ده رواق الباحثين الامبراطوريين، او زي ما بنقول قاعه المشاهير بتاعه الاكاديميه. كل صوره من دول لطالب سابق وصل لاعلى مرتبه في ايدن، ناس كبار ومهمين جدا. انيا بتبص للصور بملل ومش عارفه مين الناس المهمه دي اللي هم في الحقيقه تلميحات لكتاب الانمي ومؤديين الاصوات في اليابان. لكن انيا مش في دماغها الكلام ده. انيا بتفكرها البسيط بتسال سؤال بريء جدا: هو انا كمان صورتي هتتعلق هنا؟ هندرسون بيستغرب ليه. انيا بترد بكل ثقه: اصل انيا انقذت اتوبيس المدرسه قبل كده. هندرسون بيتصدم من السؤال وبيقول لها ان الموضوع ملهوش علاقه بانقاذ الاتوبيسات. انيا بتساله: امال هم عملوا ايه عشان يبقوا هنا؟ هندرسون بيرد عليها بكلمه واحده صدمت انيا اكتر من التونتيروس نفسه: ذاكروا. وش انيا بيتحول لرعب حقيقي، كانها سمعت انه عشان توصل للنجوميه لازم تاكل خضار طول عمرها. هندرسون بيلاحظ صدمتها وبيفهم قد ايه تفكيرها سطحي، وان كل همها ان اهلها يكونوا فخورين بيها وبس. وهنا الاستاذ هندرسون بيقرر يدي لانيا درس في الحياه. بيبص لها بجديه وبيقولها ان المذاكره مش عشان تجيبي درجات عاليه تفرحي بيها ابوكي وامك، ولا عشان اسمك يتكتب في قاعه المشاهير. المذاكره الحقيقيه هي رحله عشان توسعي مداركك، عشان تفهمي العالم اللي حواليكي وتفهمي الناس المختلفه عنك. بيقولها ان المعرفه هي اللي بتخليكي تقدري تشوفي الحقيقه وسط الاكاذيب، وهي اللي بتبني عالم افضل. بيعترف لها ان الطريق ده طويل وصعب جدا ومش ممتع بالمره، لكنه الطريق الوحيد اللي ليه قيمه حقيقيه في الاخر. انيا وهي واقفه قدامه بتقرا افكاره، ولاول مره ما بتشوفش مجرد مدرس صارم مهووس بكلمه الاناءه. هي بتشوف في دماغه شغف حقيقي وايمان عميق بالتعليم، وامل كبير في ان الجيل ده من الطلاب يقدر يبني مستقبل ما يكونش فيه حروب. انيا بتحس بصدق مشاعره، والكلام ده بيلمسها من جوه حتى لو هي مش فاهمه معناه بالكامل. بيوصلوا اخيرا لمكتب هندرسون وبيجي وقت الجايزه. هندرسون بيدي لانيا الكعك زي ما وعدها، وهو بيديها الكعك. بيبدا يشرح لها تاريخه. الكعك ده مش اي كعك، ده مخبوز في فرن خاص، واللي بيعمله واحد من الباحثين الامبراطوريين السابقين قعد سنين طويله يطور في الوصفه دي عشان يوصل للدرجه دي من الكمال. انيا بتهز راسها بملل وبتاخد الكعكه وبتاكلها في قطمه واحده، وبترد عليه ببراءه: واو، مسكر وطعمه حلو. وبعد المغامره دي انيا بترجع البيت.